السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. رمضان خلاص على ابواب، وكل سنه وانتم طيبين وينعاد علينا يا رب واحنا كلنا جميعا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا ان شاء الله تعجبكم، وكمان منجزه ليوم من ايام رمضان. يعني ممكن تنفع في فطار وتنفع في سحور، حلوه وسهله جدا. وكمان تنفع من بواقي طبعا التلاجة. فإن شاء الله تعجبكم، بس أهم حاجة ما تنسوش يا حبايب قلبي اللايك، سيفوها عندكم هتحتاجوها إن شاء الله. كمان لو لسه ما اشتركتوش معايا يشرفني وجودكم في عيلتي الصغيرة. ويلا بينا نشوف أنا عملت إيه. معايا هنا معلقتين كبار من الدقيق، ومعلقة كبيرة من النشا، وثلاث بيضات، ورشة فلفل أسود، وطبعا ملح حسب الذوق، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكوباية من الحليب، ومن نص كوباية زيت لكوباية إلا ربع على حسب انت عايزة الدهون قد ايه في الصينية، وكمان معلقة كبيرة من حبة البركة. وبابتدي أخلط كل المكونات دي مع بعض وباسيبهم على جنب. بعد كده باجيب لفة جلاش وباقطعها زي ما انتم شايفين كده، وبابتدي أفككها علشان تستقبل التشريبة معايا وتبقى مورقة. هنيجي هنا بقى نحطها في صينية مدهونة زبدة أو زيت، وبنحط بقى الجلاش وبنحط عليه بقى أي حاجة عندنا. أنا ضفت طماطم مقطعة وفلفل وزيتون وحطيت بسطرمة كمان، وبعدين حطيت التشريبة زي ما انتوا شفتوا. وهنبتدي نحط بقى الجبن اللي احنا عايزينها والمتاحة عندنا. ممكن تكتفوا بس بجبنة موتزاريلا أو جبنة رومي، هتبقى طعمها حلو جدا. طبعا المتاح عندك حطيه، ممكن تحطي فراخ أو لحمة مفرومة، أو مثلا تسيبيها كده بالزيتون والجبنة والفلفل، هتبقى طعمها حلو قوي. اليوم ده كانت بالنسبة لنا غدوة في عشوة، فحمرت جنبها شوية بطاطس، وعملت طبق جانبي كده طرنشات طماطم وفلفل وخيار. وكانت لذيذة جدا ومشبعة كمان، يعني فيها بيض وفيها لبن، كانت حلوة جدا. فجربوها ان شاء الله تعجبكم وسيبوها عندكم، هتحتاجوها في الأيام الجاية ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين، وأتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. شكرا على حسن المتابعة لو لسه معايا لحد هنا، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.